أرحب يا أبو نواف. كلمة السر في غسيل الأموال على التيك توك. سوزو الأردنية طلعت متهمة في غسيل الأموال وأكتر من 15 مليون جنيه من ورا الموضوع ده. تعالوا نعرف القصة والتفاصيل، صلوا على النبي. الكل اتفاجئ إن النهاردة إن في بيان المواقع الإخبارية نزلت إن سوزو الأردنية متهمة بالفعل في غسيل الأموال، وإن التحقيقات أثبتت ده، وإن هي اشترت عقارات ووحدات سكنية بأكتر من 15 مليون جنيه عشان تداري على الموضوع ده. واللي يسألها هتقول له من لايفات التيك توك ومن الفيديوهات اللي أنا بعملها. والموضوع بالنسبه للناس كانت فيه تساؤلات كتير جدا. ايه اللي بيحصل على التيك توك؟ واشمعنى مجموعه معينه بدات حياتها تتحول من القاع للقمه؟ ناس كتير جدا هتقول لي ايه هو غسيل اموال؟ غسيل اموال عباره عن رجال اعمال بيكسبوا فلوسهم بطريق غير مشروع، زي تجاره السلاح، الاعضاء، مخدرات، الاثار، ايا كان، وبيبداوا عايزين يدخلوا الفلوس دي بطريقه محدش يقول لهم الفلوس دي منين. بداوا يستسهلوا موضوع التيك توكر اللي موجودين على التيك توك، ويعملوا وكاله او يتفقوا مع الوكاله تتفق مع التيك توكر، هتدخل الفلوس دي عن طريق الهدايا، وهتبدا ان انت تحولها عباره عن وحدات سكنيه، عقارات، محلات تجاريه، عباره عن مشروع انت بتعمله، عباره ان انت هتاخد الفلوس وتسلمها بالايد. ايا كان الاتفاق ده اللي بيتم بنسبه 25% للتيك توكر، وبيبدا يوافق على ده. طب الفلوس دي هتوصل لي ازاي؟ انت كل اللي عليك ان انت تفتح تيك توك بس مباشر، وهتلاقي الداعمين بيرموا لك اسود ونمور وكل حاجه تتخيلها. وطبعا احنا كنا سمعنا ان في بس شاكر ممكن يعمل في الساعه الواحده مليون جنيه، وكل ده من الداعمين. ويبداوا يستخدموا ستاره ان هم بيعملوا خير، ان هم بيروحوا وبيجوا، وان دي مكاسب من الداعمين، وناس كتير بتحبهم بتدوهم الهدايا دي. اشمعنى دول بالذات؟ الموضوع طلع غسيل اموال.